صباح الخير عليكم، اهلا بيكم في فيديو جديد. فيديو النهارده ملوش علاقه بالهجره ولا له علاقه باي تخصص انا يعني اعرفه. يعني انا بقول مجرد رايي بس ل... لحاجه بتحصل يعني. رايي كمشاهد كانسان يعني. طلع قدامي في النيوز فيد اللي هي ايه الفيديوهات بقى اللي بتطلع كده على الفيسبوك. لقيت فيديو فيه تكريم لسامح حسين على برنامج، البرنامج اللي انا اتكلمت عنه قبل كده اللي هو برنامج قطايف، وقلت لكم البرنامج حلو جدا. لقيت الرئيس السيسي بيكرمه، مش عارف بصراحة كانت حفلة افطار او حاجة، بس لقيت فيها تكريم. آه انا الفيديوهات بتاعت سامح حسين ظهرت قدامي لان انا كنت يعني بحاول اعمل فيديوهات فيها موتيفيشن، فيها حكمة، فيها صفة، فيها حاجة عن النجاح، حاجة عن الصبر. فكنت انا دايما يعني انا مش بألف كلام من عندي، يعني انا بجيب كلام معروف وكلام اتقال قبل كده بس بقوله بالأداء بتاعي. فنفس الكلام اللي هو ده نفس الكلام اللي هو عمله سامح حسين. هو مجرد أداء، يعني هو مش شيخ، هو ممثل عادي. هو شخص عادي، هو شخص مسلم. ممكن الكلام اللي هو بيقوله يعني هو مش فاهمه او لسه بادئ يتعلمه جديد، وبيحاول بقى يقدمه للناس، بس يقدمه بطريقة لطيفة وطريقة خفيفة. وصلت بقى لقلوب ناس كتير. تمام. فعشان كده انا كنت اصلا بدور بقى اشوف حكم جديده، مواعظ، مش عارف ايه. فقام طالع لي في السيرش بالصدفه، شفت الفيديو بتاعه بصراحه اتشدت لي. هو يعني الدخله بتاعته، الاضاءه، الموسيقى، الاحساس، الكلام، الحاجات اللي بيتكلم فيها حاجات قريبه من القلب، فظبطت معاه وربنا كرمه. بعدين بعد ما عملت الفيديو حتى ان انا اتكلم عنه، لقيت فيديوهات كتير ناس بتتكلم عن نفس الموضوع، مع اني والله ما كنت شفت حد. بس فرحت جدا. يعني انا بالنسبه لي انا يعني ما كنتش بحبه في الكوميديا قوي، يعني ما كانش اللي هو بالنسبه لي الكوميدي المفضل ان انا اتفرج عليه. بس بصراحه انا لما البرنامج اللي هو عامله ده حسيته يعني دخل قلبي، كان قريب من قلبي. اللي شدني اكتر بقى بدأت بقى ناس تطلع تتريق عليه: الحق الشيخ سامح حسين، الحق الشيخ مش عارف ايه، الحق الشيخ سامح. ففكرتني، انا كنت شفت كومنت برضو يعني كان جه عندي بس انا مسحته. واحد قاعد يقول لي مثلا: انت هتعمل لنا فيها شيخ يا عم، روح انصح نفسك ومش عارف ايه. ف انا واحد من الناس يعني بقدم محتوى وبعمل فيديوهات. الفيديوهات دي في يوم من الايام يعني انا بعد ما اموت مثلا هتفضل موجوده، فاهمين؟ فانا بصراحه انا عمري يعني ما قدمت حاجه وحشه في الفيديوهات او كده، او انا مش شيخ وبحاول اجتهد ان انا يعني ابقى كويس. بس انا يعني اعتقد بعض الناس قالوا لي يعني انت طريقتك حلوه وفيديوهاتك حلوه، بنحس فيديوهاتك، فقلت استفاد من الموضوع، يعني ان انا اقدم حاجه تبقى ذكرى كويسه، حاجه ممكن حد يستفاد بيها. يعني اتكلمت في حاجه في الدين، دي تبقى حاجه ليا عند ربنا بعد كده، يعني دي حاجه تبقى ذكرى مثلا لاولادي يشوفوها بعدين. فنفس الكلام الراجل طلع قال: يا جماعه ده انا كنت بعمل البرنامج ده عاملينه كده لوجه الله، ولا كنا مفكرين في استفاده فيه، ولا عملوا سبونسر، ولا عملوا اعلانات، ولا عملوا دعايه، ومن عند ربنا الموضوع كبر واتعرف. نقطه تانية برضو لان انا مركز فيها اليومين دول، ان هو اصلا بعيد بقاله كتير، وانا عارف اصلا ان انا كنت يعني كنت ناوي اخش في المجال التمثيل والكلام ده قبل ما اسافر، بس اول ما جات لي الهجره بصراحه سبت كل حاجه. يعني انا كنت اولموست في نجوم اف ام وبعمل حاجات في الراديو، بس انا دي ما كانش طموحي، انا كان طموحي التلفزيون. فما كنتش مبسوط قوي وانا في الراديو، ما كانش عندي صبر بصراحه. بس اول ما جات لي الهجره خلعت. لان الموضوع كان صعب قوي، وبرضه الموضوع معتمد على الشلاليه والناس اللي عارفه بعضيها. فده شفته مع سامح حسين وحسيته ان هو فعلا بعيد. وكل المسلسلات تلاقي نفس المجموعة في كل مسلسل، وعاملين مجموعات كده لوحدهم، ما ياخدوش حد تاني، ما ياخدوش حد جديد. فانا اصلا يعني كنت كرهت المجال ده من زمان عشان الموضوع ده، ان الواحد يعني عشان توصل فيه صعب جدا. ف نرجع لنفس النقطة. فاللي أنا ده اللي لاحظته بقى فيه إن هو يعني ده المجال وأكل عيش. وأنا ممكن يكون بقوا أغلب الممثلين دلوقتي بيعملوا مشاريع على جنب، لأنه بيبقوا خايفين
من الدروبات اللي بتحصل دي، إن ممكن واحد ما يشتغلش الكلام ده كله، الله أعلم بحاله يعني. بس من الفيديوهات ومن كلامه كان بيحكي إن هو يعني الدنيا كانت بايظة معاه، وإن ربنا كرمه من وسع يعني. ودي حاجة أنا ببص فيها ومركز عليها اليومين دول، لاني بصراحه انا مريت باكتر من ازمه قريب يعني. بس انا يعني زي ما انتم عارفين الواحد ما بيطلعش يتكلم عن ازمات، الواحد يعني مش طالع ينكد على الناس ولا طالع يديهم يعني طاقه سلبيه. احنا بنحاول ندي طاقه ايجابيه للناس، فنحس احنا بالايجابيه احنا كمان ونفرح. فانا مركز على النقطه بتاعت يعني بتاع الايمان بالنجاح والايمان بالله، ان هو يعني مخبي لكل واحد حاجه كويسه. انا بختبرها في ازماتي كلها. آم، فبحب الحالات دي بقى، ان هو ايه، احب اشوفها كده يعني. انا مؤمن بيها وشفتها بعينيا في حياتي كتير الحمد لله. بس بقى لما بشوف حد يقول لي على فكرة ده انا كنت واقع خالص مثلا و... وسبحان الله الدنيا مشيت معايا مرة واحدة وربنا فرجها من وسع، بفرح بقى وبتحمس لما اسمع قصص زي دي. فحاجات زي دي بركز فيها قوي وبفرح بيها وبتبقى قريبة من قلبي. بس انا حبيت اقول الكلمتين دول عن الموضوع ده، وعن ان الناس يا ريت يعني تقول كومنت حلو او ما تقولش كومنت يعني. ما تقعدوش تحبطوا الناس، وسيبوا كل واحد يعمل حاجه. لو واحد عامل حاجه بطريقه كويسه، ما تقعدوش تتنمروا عليه او تبهدلوه. عادي، هو مش شيخ بس عادي يعني، هو اصلا يعني معاه معد. ويعني الناس اللي بتعمل برامج دي مش بيبقى هو اللي كاتب كل حاجه، بقى واحد في اعداد عامل له اعداد، في واحد مراجع، في واحد جايب له حاجات. يعني ممكن تلاقي 10% اخطاء بس 90% كويس يعني. ولو وصلوا معلومة وناس يعني ربنا هداها وناس خدت استفادت بنصيحة ولا حاجة، خير. فاهمين قصدي؟ بالتوفيق للجميع، واشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله. مع السلامة.